السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل كحك العيد بقى القمر ده. بطعم وريحة زمان كده. ليه هتشتري؟ اعمليه بأسهل طريقة. شوفي كده الطريقة هتعجبك جدا جدا وهيطلع معاكي. شايفين الكحكاية؟ شايفين؟ حاجة كده قمر، حاجة كده بصوا. يعني حطيها في بقك كده ما تلاقيهاش. بس قبل كل حاجة كده، يا ريت كده لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسينيش بلايك وسبسكرايب وكومنت منك كده حلو. شايفين الملبن يا جماعة؟ ولا طالع بره بقى ولا يعني جوه الكحكاية كده قمر. مظبوط كده جوه الكحك. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة التسوية قمر. حاجة كده يعني أجمل وأحسن من اللي بنشتريه ألف مرة. وحاجة سهلة وبسيطة خالص. يلا كده نسمي الله ونشوف عملناه ازاي. معلش بقى، هو المقطع الأولاني اللي هو بتاع الدقيق وأنا بحط عليه السمنة ده اتحذف مني والله، فمعلش بقى اعذروني. هنا بقى أنا عاملة دول 4 كيلو من الدقيق. تمام. 4 كيلو من الدقيق عليهم. هو الكيلو الدقيق بياخد ايه؟ بياخد نص كيلو من السمنة أو 500 جرام من السمنة. ده الكحك بيكون مظبوط 100%. مش يعني مبيبقاش دايب أوي، حباه دايب أوي بقى فبتزودي السمنة شوية. ممكن تحطي يعني ممكن تحطي 600 جرام من السمنة لو انت حباه دايب خالص. وزي ما انت شايفة كده احنا بنبس كده الكحك. بنبسه كده. ده اسمه بتبسيه، يعني بندخل كده الدقيق مع السمنة كويس خالص. زي ما انتوا شايفينه كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده لحد ما ايه، يعني تلاقي السمنة دخل الدقيق. يعني الدقيق والسمنة يعني ايه، يعني اندمجوا مع بعض خالص كده. وبقى زي الرملة كده. هنا بقى معايا ايه؟ معايا كده 4 ورقات من الفانيليا. ومعايا دي ازازة اسمها ازازة روح الموز. طبعا انا عاجنة الكحك ده بالسمنة البلدي. فعشان كده ما جبتش اي ريحة سمنة بلدي ولا حاجة ولا اي حاجة من عند العطار. يعني انت مش عاجناه بالسمنة البلدي، ممكن تشتري بقى ازازتين ولا حاجة ايه. سمنة بلدي، ريحة سمنة بلدي كده من عند العطار بتخلي ريحته تحفة. ودي بقى الخميرة. كنا طبعا عاملينها في اللبن، دوبناها كده في اللبن. وايه، وطبعا حطيناها بقى كده على الكحك. زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم الكحك مش بيتعجن. هو بس احنا بنفتح فيه كده بالطريقة دي. ومعايا هنا برضو تمن سمسم. بس انا مش محمر، يعني بصوا اديته تحميصه بس بسيطه كده. تمام. تحميصه بسيطه بس يعني عشان يطلع ريحه السمسم كده يعني. والزيوت بتاعته كده ويبقى ايه متحمص وريحته حلوه كده. وزي ما قلت لكم، زي ما انتم شايفين احنا بنفتح كده في العجينه، مش بنعجنها يعني مش بنلت بقى ولا بنعجن وهو مش عيش يعني. تمام. ودي بقى ايه؟ كوباية كده من الزيت، كوباية بس كده من الزيت. بس يفضل ان الزيت يكون زيت كويس، يعني ملهوش ريحة ولا اي حاجة. زي ما قلت لكم ان كيلو الدقيق يا جماعة، يعني لو انت حابة الكحك مظبوط بالظبط بتحطي 500 جرام او نص كيلو من السمن. حابة يبقى دايب بقى خالص، هتزودي بقى ممكن تحطي 550 او يعني ل 600 جرام كده من السمنة. ده هيبقى دايب خالص معاكي. تمام. وطبعا احنا بنلين بلبن، يعني بنعجن باللبن. يعني تفضلي كده تفتحي كده في العجينة يعني تلينيها بلبن لحد ما تحسي بقى ان العجينة ايه في ايدك كده. خلاص كده بقت طرية وقمر كده. يعني تنفع بقى ان انت تشكليها بقى. زي ما انتوا شايفين كده. هو انا برضو ال4 كيلو دول خدوا معايا 2 كيلو لبن. 2 كيلو لبن بالظبط. اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده كده العجينة بقت بصوا زي الملبن كده. قمر كده. شكليها بقى بالشكل اللي انتي تحبيه. بمنقاش بقى. بالبصامة زي ما تحبي. طبعا هنا الملبن معايا، انا هحشيها ملبن. انا مسكت الملبن كده كورته كده. بصوا انتي لو عجنتي الملبن كده بالسمنة وال عفوا والسمسم. هتلاقي الملبنية ساحت كده في وسط الكحكاية كده ومبقتش حلوة.
لكن إحنا مش إحنا بُص بنكوّرها بس كده يعني تدهني بس إيدِك دهنة زيت بسيطة خالص أو سمنة بلدي عشان يبقى ريحة السمنة كده في الكحكاية وفي الملبن برضه، وإيه وتكوّري الملبن زي ما أنتم شايفينه كده. وهنا بقى إيه، زي ما أنتم شايفين كده بنقطّع بقى الحجم اللي تحبيه و ومش بنبطّط الكحكاية ولا أي حاجة وبننقش بقى كده، شايفين بقى القمر؟ جرّبوه والله يا جماعة، بُصّوا بقى يعني جرّبي لو في كيلو واحد بس، أحسن من اللي بتشتريه 1000 مرّة. حاجة كده تحسي إن هي فرحة، حاجة كده يعني حلوة كده، فتعمل جو كده حلو كده. كل سنة وانتم طيبين. طبعا عملنا برضو من نفس العجينة دي قرقيش. القرقيش طالعة قمر لأن زي ما قلت لكم إن أنا مقللة السمنة. أنا حاطة 450 جرام على الكيلو. شايفين بقى؟ طبعا احنا بنسوي الكحك على درجة حرارة هادية. بنهدي عليه خالص خالص من تحت ومن فوق لحد ما ياخد كده يعني يستوي عشان يستوي كده وما يبقاش طري او يبقى عجين من جوه. شايفين الكحكايه كده من جوه من تحت ومن فوق؟ حاجه كده قمر. زي ما قلت لكم انا مش حباه ناعم او دايب قوي، فانا مقلله السمنه حاطه على الكيلو 450 مش 500. تمام. شايفين بقى الملبنية جوه الكحكاية قمر كده ولا طالعة بره ولا أي حاجة، مظبوطة كده وحاجة تحفة. جربوه هيعجبكم جدا جدا والله العظيم. بصوا ريحة وطعم ما اقولكوش خطير، والقراقيش ولا اجمل من كده. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون كده طريقتي في الكحك عجبتكم. لو انت اول مرة تشوفيني ما تنسينيش بلايك وكومنت حلو كده وسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامة.